بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بكم جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير وسلام، أنتم ومصر وشعبها. سمعنا ريس حنتيرة للصبح معاك الزهيرة. سمعنا 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 سمعنا. نحن ندعو دائما في سياستنا إلى البناء والتعمير والتعاون. حد يقول لي دي مثل ومثالية، يمكن، بس إذا كانت دي مثل ومثالية يبقى مش دي دعوات ديننا. هذا الكلام ينطبق على الحاكم، مش ينطبق بس على الأفراد البشر العاديين. المسؤول لازم يكون كده. يحميك يا ابني تبقى غلبني قربت لك بسم الله الرحمن الرحيم. مرة تانية أرسل نبي الكريم تلك القواعد في تعامله مع يهود المدينة وفي احتواء المسلمين من غير العرب، تطبيقا لمبدأ أنه لا فضل العربي على عجمي. عجمية الله الله أرجوك. الكرامة الوطنية والأخلاقية والإنسانية ما تخلينيش أقعد ثانية واحدة ضد الإرادة دي. خلي بالكم من الكلام ده كويس، وأنا بقولها لكل المصريين. أنا بقول كلام واضح، والله والله والله، ولا ثانية واحدة ضد إرادة الناس، والله ولا ثانية واحدة ضد إرادة. كمان بلياتشو تعسع وناتشو شوف هيعمل ايه له هي وكمان بلياتشو تعسمع وناتشو شوف هيعمل ايه له ايه. وزير الأوقاف قال إن إحنا عملنا معهد. كفايه ايام المعهد. عامل ايه؟ ايه اليوم ال 35 جنيه اللي خدتوها مني اخر يوم المعهد؟ طول عمرك ماديه من ايام المعهد. هقف برضه مرة تانية، وعايز أقول لكم أنا ما بحبش أذكر دول بأسمائها، لكن أنا عايزكم تتصوروا. خلي بالكم احنا هنقف قدام ربنا عن الأقل على 90 مليون مصري اللي موجودين. ال90 مش جزء منهم، كلهم يعيشوا في أمان وسلام، ومحدش أبدا يروع، مش يشرد. عارفين يعني يروع؟ عايز اروح لا انا مروح. وكل عام وأنتم بخير، ومصرنا العزيزة في رفعة وإباء، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.